السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة حلاوة أكلنا مع ندى الحديدي. النهاردة قلنا نعمل حاجة كده في السريع وطعمها حلو جدا يا جماعة. هنعمل النهاردة نوع من الكفتة حلوة جدا، وهنعمل لها صوص كده هيخليها يعني ايه مديه على كباب مش مديه على كفتة خالص. وهنعمل نوع البطاطس اللي قدامكم دي. ماما كانت بتعملها لنا زمان بس من غير طبعا الجبنة وغير الكلام ده، بس كان بيبقى طعمها حلوة حلاوة مش عايزة اقول لكم. آه، بطاطس سهلة جدا والأكلة سهلة جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. يلا بينا. أول حاجة أنا هبتدي بيها إن شاء الله هنعمل البطاطس مع بعض. نسمي الله كده. وأول حاجة هنجيب الحلة ونحط فيها مية ونجيب بطاطس صغيرة في الحجم، ممكن تجيبيها كبيرة عادي وتقسميها نصين. وبعد كده هننزل عليهم بكمية الملح اللي هتملح لنا الكمية اللي انتي هتعمليها. بعد كده هناخد الحلوة دي. سوري يا جماعة على اللي بيزمر ده. معلش. اعذروني بقى. هنولع النار وهنحط عليها الحلة، وبعد كده هنجيب بقى اللحمة المفرومة. بصوا بقى، اول لما المية تغلي بتاعة البطاطس يا ريت توطي عليها عشان خاطر ما تبهدلكيش البوتاجاز بتاعك. هنجيب اللحمة المفرومة، هنحط عليها توم، تقريبا يعني تومتين كده كبار حلوين. هننزل عليها بالملح والفلفل الاسمر. طبعا كمية البهارات زي ما انت بتحبي، عايزة تقللي عايزة تكتري براحتك خالص. وهننزل طبعا بالشطة ومعاها كمان يعني ربع معلقة كده من الحبهان المطحون بيخلي طعمها حلو جدا. وهنحط نص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، وهننزل عليهم بمعلقة صغيرة من البابريكا. وبعد كده هننزل بمعلقتين كبار من البقسماط، دول بيمسكوا لي الكفتة بتاعتي. وبعد كده هننزل عليها ببصلايه انا بشراها وعصراها من الميه خالص، ودي يا جماعه من عوامل نجاح الكفته بتاعتك ان هي ما تفكش وانتي بتسويها. بعد كده هننزل عليها طبعا بكميه كده من البقدونس، وده بيخلي طعمها حلو مش عايزه اقول لكم بيخلي طعمها حلو جدا. بعد كده هنبتدي ان احنا نعجن اللحمه بتاعتنا دي لغايه لما تبقى زي العجينه في ايدينا، وبرده دي من عوامل نجاح الكفته بتاعتنا عشان خاطر ما تفكش برده. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هكور الكوره بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وبعد كده هديها البصمه بتاعت صوابعي بقى. يعني انتوا فاهمين يعني اخليها ايه فيها بصمه صوابعي كده. دي طريقه برضو من انواع الكفت بيعملوها كده. بتبقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها. هعمل معاكم واحده تانية. طبعا عايزه تكبريها عايزه تصغريها براحتك خالص، عايزه تعمليها بالطول برضو اللي هي صوابع مفيش اي مشكله. عايزه اقول لكم كمان اني بنحط معاها تقريبا معلقه صغيره من البيكنج باودر. انا حطيتها في الاخر قبل ما اكمل، نسيت اقول لكم بس عليها عشان يبقى كده خلاص يعني ايه وصلت كل البهارات اللي هنحطها ايه. دلوقتي بقى احطها في التلاجة علشان تمسك شويه. بعد كده هنجيب الطبق اللذيذ ده ونحط فيه، فاكرين الميه اللي احنا عصرناها من البصل؟ هنحطها ونحط عليها معلقه كبيره من الزيت ومعلقه كبيره من الصويا صوص. ده الصوص اللي انا بقول لكم عليه هيخلي طعمها حلو. وهنزل عليهم بمعلقتين من الصلصه، وهننزل عليهم بالزعتر. الزعتر يا جماعه من الاعشاب العطريه الحلوه جدا وبيدي طعم ونكهه جميله للاكل اللي انت بتعمليه. وهنحط بصوا فلفل يعني فلفل اسمر حبه صغيرين، احنا حاطين يعني كميه كويسه في الكفته فما نكترش. هنديله التقليبه الحلوه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى نروح نكمل اللي احنا كنا بنعمله. دلوقتي بقى هنروح نجيب البطاطس بعد ما اتسلقت. هبتدي ان انا اضغط عليها بايدي زي ما انتم شايفين كده. المهم كان كفايه كده، بس انا بقى رحت اضغط عليها بزياده. ماشي، فلا هي مره واحده كفايه. هعمل لكم واحده تانية دلوقتي. انا كان ممكن اشيل الحته دي في المونتاج بس قلت برضو اوصلها لكم عشان خاطر ايه، اكون وصلت لكم المعلومه صح. زي ما انتم شايفين هديها ضغطه واحده هتلاقيها شققت من بره كده، وده اللي مطلوب اثباته يا جماعه عشان خاطر لما اجي احمرها تتحمر كده من الطروف بتاعتها وتبقى طريه من جوه. بعد كده بقى هروح احمرها، يعني انا حطيتها على النار تتحمر في جنب كده مع نفسها، وابتديت دلوقتي اعمل الكفته معاكم. لازم تكون الصينيه بتاعتك سخنه او الجريل بتاعك سخن تمام، وتنزلي عليه بكميه زيت صغيره خالص، مش حابه يعني كتير ما حمرهاش. وبعد كده هننزل عليها بالكفته بتاعتنا. المهم بقى ما تقلبيش الكفته بتاعتك الا لما تاخد لون من تحت. وبرضو عايزه اقول لكم على معلومه، بعد ما تاخد لون من تحت وتيجي تقلبيها يا ريت توطي عليها البوتاجاز عشان تستوي كويس. هديها دلوقتي تقليبه الحلوه خلاص، هي خدت لون كويس من تحت. انا دلوقتي وطيت البوتاجاز وابتديت اقلب كل الكفته بتاعتي اللي في الصينيه. هجيب بقى الصوص الجميل اللي احنا كنا عاملينه وهدي لكل كفته كميه حلوه كده من فوق زي ما انتم شايفين كده بالفرشه. ده بقى بيخلي طعمها يا جماعه زي الكباب بالظبط، مبتبقاش كفته بتبقى كباب. بتبقى طعمها حلو قوي، احلى من اللي انتوا بتشتريها من بره كمان.
وبرضو اسيبها تاخد اللون الجميل من تحت، وبعد كده هقلبها تاني واديلها من الصوص اللي احنا عاملينه ده. تمام كده. طبعا انا قعدت شويه، يعني انا فصلت الكاميرا وبعد كده رجعت تاني عشان يعني ايه ما اطولش الفيديو عليكم. هنحط برضو كميه الصوص الجميل بتاعنا. تكوني انت بقى كده محضره شويه فلفل الوان مقطعاهم، وممكن تقطعي برضو كوسه، برضو يبقى طعمها حلو مع الوصفه دي. هنزل بحته زبده صغيره مش كتير عشان التطعيم بس مش اكتر. ممكن لو عندك ليا مفيش اي مشكله، وتنزلي عليهم بشويه زعتر برضو حلوين كده فوق الوش. انا قلت لكم الزعتر بيدي طعم وريحه حلو جدا للاكل. وهنزل طبعا بالفلفل الالوان اللي مقطعاه، احمر اخضر اصفر، الالوان اللي عندك كلها حطيها. ولو عايزه تحطي كوسه زي ما انا قلت لك حطي كوسه برضو، لو فاصوليا خضراء برضو تمام. وهنزل عليهم بقى بشويه برضو كده زعتر وشويه سمسم تاني، ده خلاص اخر مرحله. انزل عليها بشويه سمسم وشويه زعتر كده في الاخر عشان يبقى فريش كده، الزعتر بيبقى ريحته باينه. البطاطس بقى اللي احنا حمرناها هناخدها ونحطها في صينيه لذيذه صغيره كده، وهنزل عليها بكميه ميكس جبن او اي نوع جبنه انت بتحبيه ما عدا البيضه والقريش. يا جماعه احنا عايزين حاجه تسيح تمام كده، علشان هنحط عليها دلوقتي حبه البركه. ايوه حبه البركه بتدي طعم وريحه حلوه جدا، وكمان بتعلي القيمه الغذائيه بتاعتنا. وحبه البركه فيها فوائد كتير جدا، لو قريتي عليها يعني هتلاقي فوائدها كتير جدا. وانا قلت قبل كده في فيديو فوائد حبه البركه، مش فاكره مع فيديو ايه بالظبط، بس يعني هي فوائدها كتير قوي. هنحطها دلوقتي تحت الشوايه تاخد اللون الحلو، وهنقدم الطبق بتاعنا. عايزه اقول لك كان طعمه حلو جدا وريحته كانت فظيعه. خلاص بقى كفايه تزمير في الشارع، الشارع مليان عربيات. المهم كان طعمها حلو قوي، يعني عايزه اقول لكم كان طعمها رهيب. يا رب تكون الوصفه عجبتكم ونالت رضاكم، واكون خفيفه على قلبكم. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. لو عجبك الفيديو يا ست الكل اوعي تنسي اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم المره الجايه على خير ان شاء الله، في حفظ الله.